حطوا كتيبه الشهيد محمد ابراهيمي وعملوا عربه فيها بعض يعني الجنود. كتيبه الشهيد محمد ابراهيمي هي كتيبه فيها شباب قوميين، نعم شباب قوميين مناصرين القوميه العربيه، وهما كانوا هذه في حركه هما فصيل من اسمه الحرس القومي العربي، مجموعه اسمها الحرس القومي العربي وشعاره الضاد، عاملين الضاد وفيها هلال احمر وهلال اخضر وهلال اسود. هذه قصه كتيبه البراهمي. ولو كان قلت لك يعني احنا لو كان عندنا قادرين نعملوا كتائب هنا كانت تونس انضافت عندها برشا من العملاء هذوما. بالله تخيلوا معك لو انه الكلام اللي قالته مبارك عوينيه صدر عن قيادي نهضوي او قيادي في ائتلاف الكرامه او اي شخص عنده الريحه نتاع الاسلام السياسي، كيفاش كان الاعلام التونسي يتعامل معها وكيفاش كانت السلطات التونسيه تتعامل معها؟ هذا سؤال استنكاري وانتم وانا وكل العالم يعرف الاجابه. لكن كي الكلام هذا يصدر عن قومي عربي او يساري وخاصه يكون مؤيد للسلطه الحاليه في تونس، انطفوا الضوء وكاننا لم نسمع شيئا.